مرحبا بكم متابعيني، والله يمسيكم كل خير. والليلة سالفتنا من السوالف القديمة. الشيبان من الأول، شيبان البدو ما يعرفون البحر ولا هم يحبونه، ولكن بعضهم حدته ظروف المعيشة على الدخول مع أهل البحر، يدورون للرزق علشان يعيشون أهلهم ويعيشون أرواحهم. فالسالفة ذي جرت على عمير بن عفيشة الهاجري وخاله محمد بن ثانية الجربوعي المري رحمة الله عليهم، كلهم شعراء. فقال الصبي وخاله: حن نبغى نروح مع أهل البحر ندور للرزق، بس بشرط إنه ما حد منا يقصد ولا يقول شيء من الأبيات علشان نصمل مع أهل البحر. فقال الصبي وخاله: خلاص، تعاهدوا على أنهم ما يقولون شيء من الأبيات. عقب ما دخلوا في البحر وراحوا وقدهم في الغبة، فاضت قريحة محمد بن ثانية ورجال طير بر معنا بالبحر. قال: ودي أغني وكاربني عفيشة، ويش بسوي ليا من ضاق بالي، زوع قلبي زوع فرخ صف ريشة، وقت أمه لين عشها من خالي. سمعها عمير ورد عليه قال: صفق قلبي صفق بيبان الدريشة، يوم تصفق من جنوبه ومن شمالي، البحر ما الله قسم لي فيه عيشة، جعل رزقي فوق مومي تلح بالي. وهذه سالفتهم، الله يغفر لهم ويرحمهم، وقصايد لها روح ولها معنى. يا مرحبا بكم، حبيت أعطيكم إياها. كثير من الناس فيها لغط أن القصيدة ذي مهيب لهم، والقصيدة هذه مثبوتة أنها لبن عفيشة ولبن ثانية. مرحبا بكم.